علاش المنتخب الهولندي هو أكبر منتخب منحوس في كأس العالم؟ قبل ما هادشي خصنا نعرفو التاريخ ديال المنتخب الهولندي. البداية في 1889 غيتأسس الكونينغليخت نيدرلاند. المهم الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم. انتقلوا ل 1904 فاش غتأسس الفيفا بحضور 7 ديال الدول بباريس، من بينهم الاتحاد الهولندي. في 1905 غادي يلعبوا أول مباريات دولية، لعبوا ضد الجارة بلجيكا وقدروا يفوزوا عليها ب4-1 في بلادها. لكن في 1907 غادي يتلقاو أكبر خسارة في التاريخ ديالهم، حيث خسروا مع الإنجليز ب 12-2. ومن هنايا بدات البداية ديال المنتخب الهولندي. ولكن علاش هذا المنتخب منتخب منحوس؟ هولندا شاركت في كأس العالم 12 مرة وتأهلت للنهائي 3 ديال المرات، ولكن خسرتهم كاملين. ومن سوء الحظ ديالهم أنه في 2 ديال النهائيات تيتلاقاو مع المنتخب المستضيف. مثلا في مباراة 1978 في النهائي غيتلاقاو مع ألمانيا الغربية المستضيفة وخسروا ب2-1. وفي المباراة النهائية 1978 غيتلاقاو مع الأرجنتين وخسروا ب3-1. وفي 2010 غادي يخسروا النهائي في جنوب أفريقيا ضد منتخب إسبانيا، من ما ضيعوا العديد من الفرص، من بينهم هاد اللقطة ديال أرين روبين ضد كاسياس، وجا الهدف قاتل في الدقيقة 116 عن طريق إنيستا. وماشي غير هادشي، المنتخب الهولندي المنتخب الهولندي خسر النهائي دوري الأمم الأوروبية أمام منتخب البرتغال ب1-0 في 2019. وبعيدا عن الإخفاقات، المنتخب الهولندي راه فاز بدوري الأمم الأوروبية أو اليورو في 1988. وبالتالي هذا هو تاريخ المنتخب الهولندي.